الانسان اول حاجه يسجل روحه يوم 11 جويلية يمشي يسجل باش ينتخب المجموعه اللي يحس فيها هو باش توصل له فكرته او توصل له طموحاته وافكاره. مش فترة كبيرة، قالوا لي تمشي تقيد اسمك وبعد يعيطوا لك. ما نعرفش. Il faut s'inscrire sur les listes électorales، تمشي البلدية وتمد لهم بطاقة تعريف. ومن بعد كي تجي نهار الإلكسيون تمشي البلدية اللي تابعها، اللي تابعة البلاصة اللي تسكن فيها، تمشي تفوتي فيها بالكارت إلكتورال نتاعك. مش بعمل منتخب. ديجا عمري ما انتخبت. لازم نقيد. مازلت ما قيدتش. الانتخاب هو حق وواجب على كل تونسي وتونسية سنهم على الأقل 18 سنة، يتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية والسياسية، معناها ما فماش حكم صادر ضدهم، وفي نفس الوقت يكونوا يتمتعوا بمداركهم العقلية وما فماش تحجير كذلك صادر ضدهم، بمعنى أنه ما يكونش إنسان مثلا مريض نفسانيا إلى غير ذلك فما شكون متوكل عليه. بطبيعة الحال لازم يكون عنده بطاقة تعريفه ويتقدم نهار الانتخاب للمركز اللي هو مسجل فيه ويقوم بالعملية هذه بكل بساطة باش يكون فما قائمة كبيرة موجودة فيها كل القوائم الانتخابية، مش كما قبل، خاطر قبل كنا ناخذوا لي بولتان دو فوت نتاع كل حزب ولا كل قائمة مترشحة للانتخابات. المرة هذه باش تكون فما قائمة معناها واحدة فيها ورقة واحدة بريتو فيها كل معناها القوائم، وانت تمشي معناها وتيكوش القائمة اللي تحب عليها، واللي جينيرالمون يكون موجود اسمها وموجود الشعار معناها نتاعها.